الموضوع حيكون عن مواد شهر الاستعداد. حابة أشارككم تجربتي عن الاستعداد، فكرة كتابة الأهداف، ومن وين بدأت معايا وكيف وصلت لها، وإيش اللي صار وربط الأمور زي اللي توالفين عليه. أهلا وسهلا بالجدد، نورتوني. أول شيء حابة أخبركم إنه أصلا ما كان عندي خلفية عن كتابة الأهداف زيكم عادي، ولا أتذكر إني أصلا كنت أكتب شيء من أهدافي بشكل واضح ونقاط وكذا مرتبة ورتبني كل سنة في ديسمبر أشتغل نفسي وحاجة، ولا أنا دارية. أهلا أهلا، وأنا الله حاطين على بالتهم. أهدافي هالأمور يا دوب إني أكتب المقاضي حتى وعاند وما أكتبها. يعني المقاضي مكتوبة حتى في ورقة إنه هذا بشتريها هذا بشتريها، ما أطلع الورقة، ماني عارفة أتقصد إني ما أفتح الورقة وأطلعها من شنطتي، ماني عارفة إيش الحكاية. أما أهداف وما أهداف ما كنت أدري إيش أكتبها، وأصلا لا علموني في المدرسة أهلي عليها ولا تعلمتها أهلي علموني ولا في المدرسة. كنت أستغرب من بنتي إنها كانت تكتب قائمة بالمهام حقتها دوينج ليست، هذه الحركات حقت الصغار، وتمشي عليها وتسوي تشك 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 حركات. حتى زي ما قلت لكم كنت أكتب المقاضي واروح السوبر ماركت او شيء، ماني عارفه ليش ما افتح الشنطه واطلع الورقه، ماني عارفه هو عاند نفسي هو عاند مين بالضبط، ما ادري. ارجع البيت اقول اوه نسيت هذا ونسيت هذا. طب ليه يا بنت ما تفتح الورقه؟ ما ادري. تسالوني ليش؟ اقول لكم ما ادري، ما عاند الا نفسي. بس اتذكر انه قعدت ادور في الملفات حقتي في الايميلات متى اول مره اخذت القفزه حق الدكتوره سميه، اني معاها من 2014 تقريبا. فلقيت انه اول قفزه اخذتها في حياتي اللي هي قفزه 2019 اللي هي حتكون بنهاية ديسمبر 2018. قعدت أشوف الإيميلات وأدورها. وقتها بهذيك السنة أفتكر طلع قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بالسعودية لو تفتكروا، وكانوا فرحانين أظن جون هم كذا طلعوا قرار أو شيء. كانت الفرحة عجيبة رهيبة. كنت قبلها مطبقة دورة اسمها أعرف نفسي، لأول مرة كده كانت موجودة معايا بالباكج من الباكجات اللي اشتريتها وطبقتها. طبعا اعرف نفسي، قلت انا ايش يعني هعرف نفسي، يلا خليني اشوف. بس بما اني واثقه في دكتوره سميه ومحتواها وكم مره اطبق دوراتها، قلت يا بنت خذيها، اصلا هي اصلا في الباكج يعني كذا كذا باخذتها ودافع سعرها. اخذتها وافتكر كيف كنت اول لحظه اكتب عن نفسي اللي ما عمري عرفتها، اللي ما عمري تعرفت عليها اصلا. ايش احب وايش اكره، وايش الاشياء اللي تضايقني، ايش الاشياء تفرحني، ايش الاشياء حدودي، ايش الاشياء اللي تخليني مره اصير فرحانه وعلى اي اساس اختارها. كمان في طرق أكثر من تكنيكات تسوي لنا يا دكتورة سمية في أعرف نفسي، عشان تعلمنا كيف نتعرف أصلا على نفسنا وكيف نساعد نفسنا نعرف نفسنا اللي إحنا حاطين أصلا عليها بلوكات ومو سامحين لنفسنا نعرفها. كيف نخلي الأرواح المساعدة اللي حوالينا، الأرواح المحبة اللي عندنا، هم يشوفوا حاجات إحنا يمكن ما يشوفوا، هم انعكاسنا، فنسمح لهم إنهم يورونا أكثر عن نفسنا، نشوف نفسنا بعيونهم زي ما نقول. بس ناس يكون لهم شروط، تحط لك شروط حقتهم إنه ناس تحبيهم ويحبوكي، وحاطت لك قوانين كده معينة وأمثلة تعطيكي وتجاربها. كل شيء مرتب ومنسق، حبة حبة تمشي، حبة حبة كده تحسي أحد كده ماسك يدي كده وبالشويش تاتي حبة حبة تاتي حبة حبة. الدورة هذه أعرف نفسي ممتعة 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 لدرجة عجيبة. طبعا أنا دائما لما أسوي دورات وأطبق حاجات ما عندي، أهلا وسهلا، ما عندي يعني سيناريو معين للتشافي أو حاجة. أمشي كده وأنا عارفة إنه في شيء حيفيدني، خلاص أطبق وأمشي أموري، ما أركز إيش فيه. بعد فترة أبدأ أربط الأمور ببعضها. دورة أعرف نفسي كانت مرة عجيبة صراحة. أتذكر قبل كم أسبوع جيت أدور دفاتري، لأنه لسه ما طبعت الورقة أنا، بس جهزتها، طبعتها قصدي اليوم الصباح، بس لسه ما سويت أهدافي جهزتها. فأتذكر قبل أسبوع أو 10 أيام كذا قعدت أرتب درجي ولقيت الدفتر وتفرجت عليه. طلعت الدفتر، تعرفوا الدفتر أول مرة أسوي فيه قفزة، وأول مرة أعرف نفسي، وأول مرة أطلع قيمي، وأول مرة أصلا أتعرف على نفسي. لقيت الدفتر ويا هول ما انذهلت اللي شفته. لقيت اللي كاتبته في الأهداف 90% منه تحقق. هذا الكلام من 2018 كاتبته. تعرفوا ايش كنت كاتبة أحد أهدافي؟ ما هتصدقوا. أحد أهدافي في ذاك الوقت اللي أول مرة أكتبها كذا وأتعنى أمسك ورقة وقلم وأكتبها، إني أكون صديقة مقربة لأبنائي. كان أحد أهدافي من سنين. طبعا من يوم ما أطفال أنا ودي يصير أصحابي، بس ما استعنيت من جوا، ما تعمدت، ما سعيت من الداخل. كنت أمشي من الخارج وأجبر نفسي إني أصير صاحبتهم. أنا أصلا يعني واحدة مو متشافية، يعني ماني متصالحة مع نفسي. طفلتي الصغيرة اللي جوتي أنا ما رحمتها، بقى أرحم أطفالي. فسبحان الله لقيت إنه هذا الهدف تحقق. بس هذيك السنة كتبته اللي هي 2018 نهايتها بداية 2019، كتبتها وصدقت. صدقت بنيتي، سعيت داخليا أكثر من خارجيا. سبحانك ربي بسبب الأسباب. حقول لكم كيف تطلعوا الورقة كلها، حطيتها في الريلز كيف تطلعوا الورقة حقت الأهداف. شوفوا الستوريات حقتي، شوفوا الريلز والهايلايت كمان حطيتها.
خليني أكمل قصتي. فكتبت الأهداف، ولقيت هذه الهدف إنه هدافي من سنين هذيك السنة إني أكون صديقتهم المفضلة. دحين لاحظت إنه الآن أنا صديقتهم المفضلة، الكبار والصغار كمان. كيف يكون أجمل وأكثر فرحا ودهشة أكثر من كذا؟ كمان كانت أحد أهدافي في ذيك السنة، طبعا هذا كان قبل 6 سنوات، أنا قلت لكم أول قفزة عشان أكون معاكم على الخط. في ناس زي جدد كذا كانوا ما يعرفوا إيش الحكاية. دحين أنا لي كم سنة كلها ما أفوت قفزة 2000 السنة الجديدة، ما أفوتها. هقول لكم إيش محتواها وحاجات كذا منها، نبدأ كذا تشويقية. كمان كان أحد أهدافي في 2018 نهايتها على 2019 طبعا، إني أقود السيارة بيسر وسهولة، لأنه كانت أول سنة تطلع فيها القيادة، بس يسمحوا القيادة للنساء. فأنا أول واحدة اللي فتحوا المدرسة أنا سجلت، يعني أغلى رخصة في الموجودة في البيت اللي من موجودة فيها رخصتي أنا. دحين أنا أروح مشاويري بالسيارة عادي، أسوق باللاوعي كمان، خلي بالكم. يعني أنا ذاك اليوم أتريق مع بنتي، قاعدة أقول لها ما أدري إيش نزل مطر علينا، وقالت لي أنت تعرفي يا أمي في المطر ما أدري إيش. قلت لها أنا أعرف أسوق وأنا مغمضة. قلت لا 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 يا أمي كذا مرة كذا مرة. قلت خلاص هذه يعني صاروخ الضوء، يعني حاجة كذا أرنب على هشي أرنب قولي بس هشي حالك. بس خرجت مني عفوية وأنا أضحك. أول كنت مرعوبة حتى إني أشغل السيارة، يعني حتى لدرجة أنا ما أعرف أشغل ترى سيارة، يعني مفتاح كذا أحطه في السيارة وأفتحه ما أعرف. بس الحين أسوق سيارة وعادي وما في رهبة ومشي أموري كذا. في رهبة في الأماكن البعيدة لأنه أصلا ما أسوق كثير، ما أحب، داعي الرفاهية مو بداعي الخوف. يا الله ربي رحمتك، يعني من جد من جد قاعدة أطالع الدفتر وأقول أوه واو هذا تم، هذا تم وبسهولة وبيسر وتساخير من رب العالمين، يتعجب منها أهل السماوات والأرض. يا ربي يا حبيبي. كمان حابة أحكيكم عن المحتوى حقت الاستعداد. هي حاطة كمان الفيل الأبيض اللي جربته، حكيكم عنه. اللي ما جربته عاد حقول لكم ما جربته. الفيل الأبيض كان هذا من بداياتي الصراحة. كنت ما أخذته أظني مع باكج معين بديك الفترة، أو لحاله ماني فاكرة بالضبط. بس أخذت الفيل الأبيض، بعرف إيش الكارما اللي ماشي علي، اللي أنا جاية في الحياة عشان أحلها. جاية أنا أحل إيش من مصيبة مسويتها في عمري، وجاية أنا أحلها. اللي تحوس حياتي كلها واللي حياتي كلها محورها هذه المشكلة اللي أنا جاية أحلها، وأنا عندي أدواتها وقادرة على حلها، اللي هو الفيل الأبيض. أخذتها كنت في بداية التنظيفات والتشافي، لسه صراحة ما كنت يعني وقت ما طبقتها ما فهمت الفيل الأبيض. عشان أكون صادقة معاكم، أنا ما كنت فاهمة إيش هو الفيل الأبيض، أبغى أكتشفه، أبغى أعرف إيش هو. يعني هل كنت متيقنة بعد ما قفلت الدورة فهمته؟ لا. بس أتذكر إنه بالتأمل حقت في تأمل معين في الفيل الأبيض حق دكتورة سمية برضو، جاتني كلمة وأنا متأملة كذا في أمان الله، جاتني كلمة قف بالأحمر. الساينس هذه حقت الساين حقت الشوارع اللي تيجي كلمة قف باللون الأحمر، ستوب. شفتها بس ما فهمت أتوقف عن إيش بالضبط. بعد فترة كذا أيام أو أشهر أو شو كذا، أطلقت سؤال شكلي ما كنت أعرف قوة السؤال صراحة، يعني هو بالبركة هي تيجي بالفطرة. قلت إيش هو فيل الأبيض يا ربي، يا ربي نور علي، ماني عارفة إيش هو فيل الأبيض، إيش يا ترى يكون. أشوف الناس فيل الأبيض كذا، فيل الأبيض، أنا فيل الأبيض يا ربي يا غفلين لكم الله. ما سويت الدورة بس ما فهمت إيش يعني قف. كلمة قف هذه إيش يعني؟ سبحان الله لما تطلق السؤال الصح في الوقت الصح وتكون نيتك صادقة تجيك الإجابات. جاتني الإجابة، شفت إيش كيف على طريق كيف الطريقة اللي فهمت فيها الرسالة. شفت تعليقات تحت كلمة تحت دورة الفيل الأبيض، قعدت أقرأ تعليقات البنات إيش كاتبين دكتور بحساب دكتورة سمية عن الفيل الأبيض. لاحظت تكررت علي أكثر من واحدة كاتبين فيل الأبيض التعلق. جات الثانية، جات الثالثة، جات معقولة سبحان الله كلكم فيلكم الأبيض التعلق. لفتني كلامهم كذا، قعدت أصفن فيه كذا مسرحة. فهمت على طول الرسالة. راجعت سجل ذكرياتي، مر قدامي من أول ما اتولدت إلين الوقت اللي كنت فيه. أوه واو، لاحظت أنه أنا كمان في الأبيض التعلق. الأسئلة جاوبتها ما عرفت كثير، ما كنت عارفة، يعني يمكن في التوهان كنت عارفة. لما ما تكوني منظفة ما تقدري تسمعي الحدسك، تقولي لا هذا يمكن، لا هذا يمكن، لا هذا يمكن، ما كنت متيقنة على وجه اليقين. يعني في ناس ما شاء الله من الأسئلة على طول تفككت عندهم حاجات وعرفوا الجوابات. أنا بالنسبة لي كانت تجربتي مختلفة. عشان كذا الناس لما يسألوني، المتابعات يسألوني إنه في الأبيض من الدورة ما شاء الله عرفناه، ليش أنت ما عرفتيه؟ أو إحنا عرفنا في تشافي العلاقات، أنا فكت لي كارما، إحنا ما فكت لنا. تجربتنا تختلف من شخص لآخر. وأنا هنا عشان أقول لكم المصداقية كيف طريقة تجربتي أنا. قد تكون أنت تشوف تحليها بالأسئلة تجاوبي تطلع لك، يعني تفهمي على طول، يعني حدسك يكون أقوى مني. كلنا مختلفين. بس مرة شريط ذكرياتي يعني قدام عيني من يوم ما خلقت لهنا. السار أنا من طفولتي عندي تعلق مرضي بشدة بوالدي، يعني مرة متعلقة فيه، لا لاصقة في قرابيزه على قولتهم. بعدها توفى
صرت متعلقة بدراستي، كمان توقفت عن دراستي، انقطعت عنها. بعدين تعلقت في المكان اللي أنا كنت ساكنة فيه، المدينة اللي كنت ساكنة فيها، نقلت كأني انخلعت من جذوري. هل فهمت الرسالة؟ نو واي، ما كان وقتها إني أفهم، ولا وقتها إني أستوعبها. كل شيء مقبول ومطلوب في وقته الأنسب. توالت علي الدروس، لما ما نفهم المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة تيجينا كفوف يعني أقوى، خلينا نقول أكثر. الله يبعد عننا الكفوف القوية. ما فهمت إلين ما جاء الوقت المناسب إني أكتشفها بفيلي الأبيض. فيلي الأبيض اللي هو التعلق، وأبدأ هنا رحلتي الحقيقية بفك التعلق والتشافي. في دورة كمان سويتها اللي هي فك التعلق، شرحت لكم إياها أظن في حقة لما شرحت الباكج حقة الأنوثة والذكورة، حطيتها لكم إياها في اليوتيوب وفي حساباتي بتلاقوها. طبقت فك التعلق، وبعدها فكيت أبنوس، وتوالت علي القصص، بقية قصصي اللي أشارككم مقتطفات منها كل جزء بالشيء اللي يناسبكم، اللي يحس إني جاهزة أنا أشارككم فيه. سبحانك ربي يدبر الأمر كيف يشاء، كله مرتب ومسخر مظبوط، خطة إلهية محكمة. يعني من أحد يقول لك خطة إلهية محكمة وهو ما جرب، يقول كده بلطف الله، عايشين بلطف الله. أنا أقول لكم حياتي كلها أنا أستشعر لطف الله فيها وتدابير ربي سبحان الله فيها، في صغيرها قبل كبيرها. قبل كم سنة هحكيكم عن دورة ثانية كمان برضو تنفعكم في الاستعداد. قررت أخذ مادة حماية الذات. صراحة قلت ما أدري أخذها ما أخذها، بما إنه شخصيتي قوية. أحيانا الإنسان كذا الإيجو حقته يقول لا أنا ما أحتاج، أنا أعرف أدبر نفسي. لا، حسيت نفسي إنه شخصيتي قوية بدري بحس، قلت خذي حماية الذات مدام في الدكتورة سمية أنت تثقي فيها، ويعني كلامها دائما ينور لي لمبات في أماكن في زوايا مختلفة. وفي بعض التمارين سبحان الله أنا أكون مطبقتها بفطرتي يعني من بدري، زي ما تقول لنا المعلومات موجودة في الهواء، في الأثير، موجودة المعلومات، بس مين اللي قرون الاستشعار حقته اللي تلقطها. فعلا في حاجات كثيرة من الدورات أكون أنا أصلا أطبقها كذا، يعني أكون في قاع، أكون في حاجة يجيني الهام إنه أنا أسويها، يلا سويها طبقي كذا. أخذت حماية الذات لأنه تعلمنا كيف حماية الذات فكريا، جسد المشاعري، جسد الفكري، جسد الطاقة، جسد الأثيري، يعني تعلمنا كذا يعني زوايا في الحياة. مع إنه شخصيتي زي ما قلت لكم قوية وما كنت أبغى يعني، وتعرف أنا أعرف أخذ حقوقي وأعرف أحمي نفسي وأعرف، بس روحي طلبتها، روحي طلبت إني أخذ حماية الذات، أخذتها. الآها مومنت اللي شفتها وأنا أسمع، يعني أتذكر إني سمعتها مرتين، يعني من كثر ما شاء الله المادة كانت طويلة كده ورا بعض، وأنا أسمع 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 أسمع. كل ما قالت حاجة افتكرت موقف، كل ما قالت حاجة افتكرت موقف. تصدقوا قد ما إني قوية أو أعتبر نفسي قوية وشخصية صارمة، إيش اللي حصل؟ أنا شخصية صارمة ولطيفة بآن واحد، لطيفة مع الغرباء، لكن اللي قريبين مني أنفخ فيهم. لكن إذا أحد غريب آذاني أو أزعجني مو دائما يعني أحط حدود، بس غالبا إنه ما أسمح لأحد يتعدى حدودي. إلا إني اكتشفت لما سمعت حماية الذات، عرفت إنه قديش أنا في أمور ما حميت نفسي منها وكنت أتأذى منها. إني كنت في مرات كثيرة كنت أقعد مع أشخاص كثيرين الشكوى، أكيد أنتم مجربين هالأمور. إذا كنتوا تستشعروا يعني تجيكم الهم، يجيكم الغمة، معدتكم توجعكم، فأنتوا قاعدين يعني ما يعني زي ما قالت في هذا، قالت إنه أنتوا قاعدين تاخذوا زبالتهم أكرمكم الله. أحكيكم كيف القصة. كنت أقعد مع أشخاص كثيرين الشكوى بعذر إنهم أهلي وأحبابي، عادي نشتكي نفضفض شوية نوسع صدرنا، وأنا كمان ترى كنت أشتكي يعني معاهم اللي صار وصار وصار وصار. طب في الحلول؟ ما في حلول. في حل المشكلة؟ إنه ما في حل. طب حتى لو حد أعطاكي حل حتحلي؟ لا، ما حد حيحله، بس كده لي صار له فعلوا تركوا سووا فعلوا تركوا. يعني هذه ما تخلو حياتنا منها. للحظات كنت لاحظت نفسي إنه كنت لحظات فطريا كذا أوقف كذا معاهم مع الجلسة، أقول لهم يا جماعة خلاص معدتي توجعني، خلاص أفكوني، ممكن نغير الموضوع، ما طفشتوا قلبنا اتنفخ. لاحظتهم أحيانا يسمعوا كلامي ويغيروا المواضيع، يجيبوا شيء حلو كذا، تواني بس دقيقة دقيقتين ما يرجعوا ثاني، إلين ما معدتي توجعني بهمومهم. تفاجأت دكتورة سمية في حماية الذات تكلمت عن نفس الموضوع والطريقة اللي ممكن نستخدمها لوقف هالأمور ونحمي نفسنا. يعني عطتنا تكنيك 1 2 3 واندهشت إني كنت أسوي جزء من هالتطبيقات بس ما كفي، ما كمل، يعني أستحي منهم أو خلاص. بس التطبيقات لما صرت أسويها زي ما هي قالت، وبعد التشافي خلاص تصير عفوية وتلقائية تسويها لحالك، يعني ما تستحي ولا عندك يعني بلطافة وبحب. وإذا وصلت لحد تعرفي تحطي حدودك، أصلا اللي قدامك ما عاد يقدروا يتشكوا، يقولوا خلاص هذه حتسكتنا ما نقدر، ويحبوا يجلسوا معاكي ما عادي، لأنك أصلا أنت لما تقعدي معاهم وتكوني أنت متشافية متظبطة، أنت بترفعي تردداتهم حتى لو ما شعروا بهذا الشيء، بس بيفرحوا بجلستك. أنا من الناس اللي كانوا يقولوا لي تعالي اجلسي معايا أرجوك، هتجلسوا معايا معدتي تفقعوها لي، وأنا ليه لأني آخذ من همومكم.
من غير ما أحس ومن غير ما أشعر، ما كنت أحمي نفسي. هنا حتعلمكم دكتورة سمية حماية الذات، تعلمكم أكثر من جسد. حماية الجسد المشاعري دائما إنه مفحوس ومدعوس عندنا يعني بشكل لا يوصف، من أهلنا، من أحبابنا، من أمهاتنا، من حبايبنا، صحباتنا. ليه 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 ترى هم بيستفرغوا، يعني أكرمكم الله، بيستفرغوا مشاعرهم السلبية عليكم. طب حلو، استفرغتوا شوية، أعطونا شوية من الحلو، أعطونا من الفواكه، الأشياء الحلوة، خلاص شوية أعطونا. دكتورة سمية تعلمكم كيف التكنيك إنكم أنتوا إيش تظبطوا هذا الموضوع، وحماية كمان الأجساد الفكرية، الأجساد أكثر من جسد موجود في تعلمكم كيف طريقة حمايته. صراحة جدا 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 هذه روعة الدورة، على قد ما أنها طويلة وعدتها مرتين عشان إيش أستوعب كمية المعلومات اللي فيها، وأتذكر أني ما لحقت أكتبها كتابيا يعني. حتى نيجي للجمال أخيرا وليس آخرا، اللي هو أهداف السنة الجديدة من لحظة ديسمبر 2018. طبعا أنا أكتب الأهداف، تحسبوا الأهداف لما تكتبوها يعني لما تقولوها كده في الهواء أتمنى إنه كده، ما هي حبة سحرية تطير في الهواء. يعني قلنا إحنا إن شاء الله ربنا خلقنا في أحسن صورة وهذا، بس اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك. يعني اضغط الزر واطبع الأهداف، جهز أمورك، جهز قيمك. ترى هي أتذكر من 2018 و19 و20 و21 و22 و23 24 وإن شاء الله كمان 25 ما عمري أفوتها. قفزة 2005 السنة الجديدة ما عمري أفوتها. لو إيش ما كان عندي وإيش ما كان بقى عندي فلوس أدبر نفسي، سعرها رمزي، نقطة في بحر في الفائدة اللي أنتوا تاخذوها منها. وتعلمت كمان اني اصلا لما الواحد يحط اهدافه مو يحطها كده قهقهوني، انا قاعده في بيتي راتبي مثلا 1000 ريال وجاي ابغى اشتري السياره فراري. ما هو كده يا جماعه، ما هو كده. بالهداوه، حبه حبه نمشي في الامور، حبه حبه نعرف قيمنا. لانه لما انت تعرفي قيمك وتطلعيها على اساسها ترى اهدافك حتكون على قيمك. مالك دخل في المجتمع ايش يبغى. قد تكون انت المجتمع بيصير ثري او بيصير مليونير، بس انت ما تستمتعي لو صرتي مليونير. لو صرتي مليونير تكون سيري طفشانه. دائما اختاري الهدف اللي يناسب قيمك. عشان كذا اهم حاجه انك تسوي سلم القيم. في عندكم فيديو في حسابي انا حاطه فيها حقه القيم، كيف نطلع سلم القيم بصوتي. انا شرحتها لانه قالت دكتوره سميه حلو انكم تشرحوا للناس. في ناس يعني يستفزهم صوتها او ما يعرفوها او عندهم يعني احكام او حاجه. قالت لنا مره من السنوات، قالت ارجوكم اذا تقدروا تسووا لكم فيديو بصوتكم او تشرحوا لاحبابكم اللي حواليكم، تصير كارما خير يعني نفع لكم، علم نافع ينتفع به. فانا سويتها على طول، سويتها في اليوتيوب وسويتها في حسابي الانستغرام، كيف تطلعوا سلم قيمكم. على اساس سلم القيم لما فهمته عرفت انه في حاجات انا دائما اجاوب عليها، يعني اختارها. مثلا خيارات في الحياه تكون كذا، انا اختار هذا الخيار، بينما اختي ولا قريبتي ولا احد تختار خيار اخر. انتبهت انه انا في قيم معينه تخليني امشي واختار هذه الاهداف تحديدا دون الاخرى. في حاجات خط احمر ما اسمح لاحد يتخطاها لو اي مكان، لو كنت اعشقه، لو اموت عليه، لو موتاتي كلها عنده. في حاجات ما اسمح له يتعداها. ستوب هنا، ما توقف، ما تلمس اشياء، ما هذه الاغراض، ما هذا الموقع ستوب، نقطه حمراء ما اولع فيك كذا مسكتها. حسب قيمي كانت الموضوع ماشي بلا وعي مني على حسب قيمي. مومنت كبيرة هذه عظيمة، لأني عرفت أصلا لما طلعت قيمي. هي تقول أنا طلعوا القيم حقتكم بعدين على حسب أول 3 هي اللي حتسوي فيها الأهداف. هذه كانت أول مومنت يعني في هذه الأمور. يعني أوه ماي جاد، أنا فين عايشة؟ نايمة في التوهان كنت أنا، ماني عارفة فين عايشة. بس الحمد لله كل شيء مقبول، مطلوب في وقته الأنسب. طلعت سلم قيمي. في كمان في اليوتيوب تلاقوا دكتورة سمية، تحبوا شرح دكتورة سمية أوضح وأكثر، هتلاقوا موجود في اليوتيوب كله مجانا. يعني إيش تبغوا أكثر أسهل من كذا؟ كل شيء يعني كيف ممكن يكون أجمل وأسهل وأيسر من كذا؟ يعني ودي أتمنى إنه ليت كنت وأنا طفلة في دكتورة سمية معايا، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. كيف ممكن يكون أسهل وأيسر من كذا؟ كل شيء في وقته مطلوب ومقبول. فبعد ما سويت هذه التطبيقات حقت القيمي، طلعتها، شيكت عليها، ضبطتها. ولاحظت كمان هي قالت إنه بعد التشافي، بعد ما صرت أخذ دورات التنظيفات وأخذت دورات التشافي، لاحظت انه سلم قيمنا ترى يتغير بين وقت والتاني. يعني كل ما سويتي تطبيقات تنظيف، اذا قدرتي تسوي سلم قيمك ممتاز، لانه اصلا تصير نسختك الجديده. اتذكر قبل كم شهر رحت على سيره نسخ الجديده. اتذكر رحت محلات من سوسو هذه الاشياء اللي هي فيها الاشياء الصغيره. انا كنت اصربع عيالي فيها، يلا ما له داعي، ايش تبغوا فيه؟ بس يضحكوا عليكم خلاص، بيتنا كله عفوش، فكونا. أتذكر واحدة من النسخات اللي جديدة جات، صرت ماشية ألمس كل قطعة أتفرج عليها، ماسكة كل قطعة. أنا ماسكة كل قطعة أتفرج عليها
واقلبها يمين يسار يسار يمين. انا مستغربه، لاني متصربعه ولا اقول يلا خلصونا، ولا ما له داعي اخلصون امشي مستعجله، ما في. واحده ثانيه جديده مني، حسيت على طول، فهمت انه هذه اوه واو. حتى صورتها لكم مره في الستوري. نسختي الجديده قاعده تتفرج على اقل من مهلها. تتفرج على ايش؟ على الاشياء التحف والاشياء الصغيره والاشياء. يا سلام يا سلام. اوه ماي، انا ما عرفتني، عارف لما يقول انت مش انت وانت ما اكلت ما ادري شكله زي كذا، ما عرفت نفسي. ففعلا القيم تتغير. وكمان افتكر اول مره لما طبقت الموسيقى التحوليه، اول مره اسمعها، كنت مسوي القيم قبلها، وبعدين سويتها بعد كم شهر، سويت القيم ثاني، اختلفت. رقم 2 و3 اشقلبوا كذا على بعض، وتغيرت محتواهم، يعني ترتيباتهم. سبحانك ربي. ف يعني هذه عندكم كنز. طريقة الطباعة كيف تجيبوها، كيف تحطوها. قفزة أول شيء خليني أقول لكم، قفزة 2000 اللي هي الجديدة حتكون 2025، هي دائما تحط لنا دكتورة سمية فيها الوعي حقت شو اسمه السنة الجديدة، إيش ممكن يصير كيف، يعني هي إيش شايفة من منظورها، إيش ممكن تستفيدوا منه، حاجات كذا تفيدكم. يعني زي ما تقول خطوط كذا، رؤية كذا عامة كذا بشكل موسع، تشرح لكم إياها. وبعدين تحط لكم موسيقى حق التأمل حقتها، وتعطينا وقت معين عشان نتشارك كلنا في نفس الوقت، يصير نية جماعية، نية مطية، كلنا في وقت واحد، وزي كذا نتابع. واللي ما اشتركوا في القفزة ما قدروا أو أي سبب من الأسباب، عندهم الأهداف تعطيهم الموسيقى حقتهم. بس أنا صراحة عن نفسي القفزات الجديدة أنا ما فوتها، إيش ما كان يكون. حتى خلي بنتي تشترك فيها وأنا أشترك فيها، كل الحبايب اللي حواليا اشتركوا، يلا اشتركوا، يلا نشترك عشان مع بعض، يلا أشجعهم وأحمسهم على قد الفائدة اللي أنا بشوفها. فصراحة لا تفوتكم. كيف تحملوا الأهداف؟ يعني أرسلتوا لي في الخاص، والله ودي أرسل لكم إياها حبة حبة، نفر نفر. أنت مش أنت، أيوه أنت جعان. أنت مش أنت، وأنت عارف، مش عارف قيمك، أنت مش أنت من جد. فكيف تدخلوا؟ الأهداف سهلة، تدخلوا على الموقع، حاطط لكم رابط الخاص حيدخلكم عليه، حاطط لكم اياه في البايو، رابط الخاص تدخلوا عليه يدخلكم على الماده. تدخلوا ايميلك، تدخلوا ايميلكم والباسورد حقتكم، تضغطوا اشتراك فوري، لا ولا تدفعوا لها، لا اشتراك فوري، صارت الماده في حسابكم، انتهت القصه. تدخلوا على المرفقات حتلاقوها. امس عرفت ليش انتم عارفين تطبعوها، لان هي A3، واغلبنا طبعا يمكن في بيوتنا عندنا طابعه حقت A4 صح الصغيره. فدوروا في اليوتيوب كيف احول المستند من A3 الى A4. انا طبعا شغلت بنتي، خليتها قلت لها تشتغلي تسويها، ما تساعدي امك، فساعدي امك. فقلت لها دوري في اليوتيوب، دبري نفسك، اكيد في الاعدادات تتظبط ويصير صغري لي اياها تصير A4 واطبعي لي اياها، يعني عشان ابغى اشتغل فيها، يعني بركز لازم تكون ورقه قدامي. فتطبعوها، هي تكون من المرفقات. عارفين لو سجلت قبل كده في دورات دكتوره سميه هتلاقوا في مرفقات صح؟ كيف تطبعوها؟ تدخل على المرفقات، تضغطوا تنزيل او داونلود او ايش تبغوا تكتبوا ايش طريقتكم بالعربي وبالانجليزي. في الايفون نكتب نحطها في الملفات اللي هي تنزل في الملفات. شوفوا انتم كيف بتطبعوها، تنزلوها وتطبعوها، تخلوها جاهزه قدامكم، تطبقوا. المره مسويت لكم دلع زياده دكتوره سميه، حطت لكم الورقه حقت الاهداف، وكمان وراها حطت لكم الخطوات الاولى، الخطوه الاولى والثانيه، وحطت لكم اسئله، حطت لكم ايش التوكيدات، ايش دور التوكيدات، ايش المعيقات اللي حقت الاهداف. تقدروا تشوفوا الشرح كامل 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 مكمل، تلاقوه في حساب دكتوره سميه الناصر الاساسي، اللي فيه اللايفات اللي يحطوا لكم اياها. في حطت عن اللايف حق الاستعداد، وشرحت عن الورقه ايش تسووا وايش ما تفعلوا. بس كمان انا اقترح انكم تاخذوا قفزه اللي هي سعرها 130 او 150 شيء زي كذا. هذه حتفيدكم كمان، انكم لما تاخذوا من اللايف المعلومات ايش تسووا، هتركبوا دي المعلومات على دي، تجهزوا افكاركم. وانا اقترح انه كمان سلم قيامكم تكونوا مجهزينه وتظبطوا اموركم. ايوه هذه مره حلوه، شكلها اصلا هرمي كذا الورقه، مره مفرحه. كمان شيء ثاني انه ما اقدر ارسل لكم كله على الخاص، ما شاء الله عددكم كثير، لانه في هديه بعدين، في هديه شكل كود بعد ما تخلصوا كذا تظبطوا اموركم. هذا انا افرح لما الدكتوره سميه تقول لي مبروك مبروك، انا احس كاني بدخل الجنه. ما شاء الله تبارك الله. فانا لقيتها انه هذه رساله خاصه من دكتوره سميه لكم، افرحوا فيها، يعني حاجه رساله خاصه ومجانيه، يعني كيف يكون افضل وكيف يكون اسهل من كذا. تدخلوا بالرابط، الطريقه حتى حطيت لكم ريلز انه كيف تدخلوا الموقع وتحطوا اسمكم، هذا يعني ما في اسهل من كذا. بس اضغطوا الزر، اسعى يا عبد وانا اسعى معك. واي اسئله تانية تقدروا تشوفوا اللايفات حق دكتوره سميه، انه سالوني اكتب القصه اول ولا ما اكتب القصه. والله ما تابعت اللايف كامل، ذاك الوقت كنت مشغوله مع الاختبارات. فتابعوا اللايف ايش قالت، كيف نكتب القصه، ما ادري ايش. اللي افتكر اني لقطتها انه قالت تكتبوا القصه حقتكم بصيغه الماضي، يعني خلصنا يعني مثلا انتم في 2025 مثلا تبغوا
تشتروا لكم بيت مثلا، مجهزين نص المبلغ ولا مجهزين اي حاجه، تشتروا لكم بيت. ايش تكتبوا في الاهداف حقت 2025؟ اشترينا بيت جميل على نفس مواصفات اللي نحبها، زي كذا. اذا كان طبعا لازم الهدف له مواصفات معينه، يعني ما تكون ما عندكم ريال في حسابكم وتقولوا بشتري بيت، يعني يكون زي ما تقولوا صغر اللقمه. فهمتوا؟ لما تاخذوا تطبعوا الاوراق حقت الاهداف، فهي طبعناها دحين، لما تطبعوها هتلاقوا فيها كيف الهدف ترتبوه. يعني نفتكر ايام زمان ما كانت كده ميسره مجهزه بدي الطريقه، يعني يكون مالها تتسهل عليكم اكثر وتوضح لكم اكثر الشرح. يعني محظوظين، انا احسكم ما شاء الله تبارك الله محظوظين، اللهم كيف يصير اكثر وافضل من كذا واجمل. يا رب اني قدرت اجاوبكم على اكثر من اسئلتكم. وفي باقات كمان حاطين لكم اياها، باقه الاستعداد وباقه مدري إيه. في ماده كذا قلبي يقول لي خذيها، شكلها غريبه ما اعرف اللي هي ريفريمينج ولا ايش اسمها، رهيبه رهيبه رهيبه. احس كذا قلبي يقول لي، انا ما اخذتها لسه فما اعرف اقول لكم تجربتي عن حاجه ما اخذتها، فاحس كذا قلبي يقول لها انها حتسوي حاجه قفزه كذا حلوه جميله، هترتب الملفات المكركبه، خاصه بعد التشافي والتنظيفات. احيانا البدروم يصير منكوت نكته كذا، بيرتب نفسه ما هو عارف ايش يسوي في عمره. فيعني من جد يعني لا تفوتكم والحقوا. عارفه انه الوقت يجري، وعارفه انه وقت اختبارات، وعارفه وانا زيكم مصروعه، لكن لما تركز عليه تحصل عليه ان شاء الله. حتبدا السنه الجديده حتكون سنه خير وفرحه، وكيف يكون اجمل وافضل. اليوم عاد في يعني اخبار مفرحه جايه في السوشيال، واشياء تفرح وتبهج القلب والخاطر. اللهم المزيد يا رب، ما شاء الله تبارك الله، كيف ممكن يكون افضل واجمل. لا، بناء الهويه لسه ما اخذتها. طيب كذا انفلت عليكم ما شاء الله. إذا قدرت بعدين أخلص هذه حقتي الأهداف. بناء الهوية لسه ما أخذتها. إيش كمان أسئلتكم؟ صحح السنة هذه مميزة. تمام. اي والله منهج للمدارس، انا ودي انام واصحى الاقيهم يسووا لي منهج دكتوره سميه في المدرسه البنتي، ادفع عليه اللي يقولوا ادفع عليه، ما اقول حاجه. عندكم اسئله ثانيه؟ اي حاجه تبغوها ارسلوا لي على الخاص او قناتي، في قناتي خاصه تليجرام فقط للبنات. شكرا يسعدك ربي. ممتنه لوقتكم، ممتنه لوجودكم، ممتنه انكم يعني قررتوا انكم تسمعوا اللايف للاخير. ممتنه لكم. اذا تحبوا تنشروا لحد يستفيد منه، تذكر ما ترسله يعود اليك. في عندي قناه خاصه للتليجرام بنات والنساء فقط، خاصه فيها بعض القصص اخليها بس عصريه بس للبنات، ما احب انشرها على العام. زي الموسيقى التحوليه، اللي يسالني مش مهتم بالموسيقى التحوليه وتجربتي معاها، يدخل على قناتي، يكتب كلمه قناتي على الخاص وانا ارسل له الرابط. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. احفظ الفيديو اوكي. يلا نشوفكم على خير. استودعتكم الله. مع السلامه. اي وقت تشتركوا بدورات موقع دكتوره سميه، تذكروا البايو حقتي في الرابط اخره 1400 1980. اكون ممتنه لدعمكم. اوكي تذكروا. يلا نشوفكم على خير. مع السلامه.